السلام عليكم. هذه واحدة الرسالة قصيرة وسريعة إلى محمد راضي الليلي. محمد راضي الليلي، قلتها لك كتابة ونعاود نقولها لك بالصوت والصورة. احفظ ما تبقى من كرامتك، احفظ ما تبقى من كرامتك، احفظ ما تبقى من كرامتك. لفظت من المغرب لأنك مخلوط، لأنك ما صافيش، وترفض عند البوليساريو لأنهم عارفينك أنك مخلوط وأنك ما صافيش. احفظ ما تبقى من كرامتك يا محمد، يا راضي، يا ليلي. لا الإشاعات ديالك، لا الأخبار الكاذبة ديالك، لا الأخبار الزائفة ديالك. هادشي كله ما كيأكد حاجة واحدة، أنك مهتز نفسيا، وقد حولت نفسك وجعلت نفسك أضحوكة العالم، أضحوكة وسائل التواصل الاجتماعي. نعاود نفكرك بها باش تخليك دماغك مزيان. لفظت في المغرب لأنك مخلوط، لأنك ما صافيش، ومرفوض عند جبهة البوليساريو لأنهم هما عارفين أنك مخلوط وأنك ما صافيش. لو كنت كتبنى المبادئ ديال الانفصال منذ مدة نقولوا هذا رأيك، ونحاولوا نتحاوروا معك، ونحاولوا نتناقشوا معك، ونحاولوا نردوك إلى جادة الصواب. ولكن انت بسبب لفظ مهني وهما عارفين علاش، وانت كذلك راك عارف الحقيقة ديال الموضوع، داير فيها ادعاء البطولة وادعاء المقاومة الافتراضية، وانت كتعرف في قرارات نفسك انك كذاب كذاب كذاب. ما تكذبش علينا لانك باين، لانك واضح، لانك مكشوف، وانما كتكذب على نفسك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنك مهتز نفسيا. نصيحتي تعالج، نصيحتي تعالج، نصيحتي للمرة الثالثة، خصك العلاج يا محمد، يا راضي، يا ليلي. حولت نفسك إلى أضحوكة، حولت نفسك إلى أضحوكة. وأنا كنقول لك شكرا على كل التسلية اللي كتعطينا احنا المغاربة المؤمنين بأن المغرب راه من طنجة إلى القويرة. هذيك القويره اللي كتقولنا فينا هي هذيك من طنجه الى القويره. الكلام انت اللي كنتي كتقولوا في التلفازه يوم كنت تتقاضى الاجر من خزينه الدوله، ولكن ملي شافوا فيك الصفا ما كاينش، والرجال خص يكون فيهم الصفا وانت ما فيكش. ما بغيتش نقول لك ماشي راجل، ولكن بغيت نقول لك ما فيكش الصفا، ما فيكش الخصايل ديال الرجال، ما فيكش الخصايل ديال الرجال. نعاود نفكرك، لفظت في المغرب ومرفوض عند جبهه البوليساريو. ما تبقاش اضحوكه. اعتق راسك، اعتق راسك، اعتق راسك، تهلا في راسك.